إذا جاي يصلي ويتصدق صور، وإذا قرأ القرآن وراح العمرة صور، وإذا طاف ساعة صور، وإذا صلى التراويح صور، وإن كان قايم الليل بيصلي الوتر فرس السجادة وصور، وإذا صام الاثنين ولا الخميس صلح السفرة وصور. وش بقى من أعمالنا الصالحة الخفية؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل. الحين الكثير كل أعمالها الصالحة مكشوفة ومعلن عنها. كان السلف مع قوة علمهم بالله وكثرة أعمالهم الصالحة لله يتكلفون ويجتهدون في إخفاء أعمالهم الصالحة عن أعين الناس إخلاصا لرب الناس، ولم يكن عندهم وسائل تواصل واتصال تظهر أعمالهم كما هو الواقع الآن والحال. وربما الواحد منا الآن مع قلة أيضا صالح الأعمال يتكلف ويجتهد ويتفنن ويصور ليظهر أعماله الصالحة للناس فتذهب سدى بلا أجر عند رب الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يعني يعمل أعمال ويوري الناس: شوفوني تراني صليت وصمت وخذيت عمره وفي الليل قمت. طيب ما الفائدة من ذلك وماذا نلت؟ تكملة الحديث: يقول الله يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. خل التصوير ومدح الناس ينفعك، أو اللايكات والإعجابات ترفعك. تصوير الصالحات لمصلحة مسموح به شرعا في حالات ضيقة جدا ونادرات، وليس هو الأصل كما هو الواقع الآن مع كثير من الناس في البرامج والتطبيقات. يصور التمر والصدقات والعمرة وحجر الجمرات والبشر في المساجد والطرقات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله